في لقاء خاص لأخبار الآن قال رئيس الائتلاف السوري أحمد معاذ الخطيب على هامش اجتماع الهيئة العامة للائتلاف في تركيا مساء يوم أمس حول استخدام النظام للأسلحة الكيميائية، قال إنها سوف تكون جريمة جديدة تضاف إلى السجل البشع من استخدام الأسلحة ضد الشعب السوري، وأكد أن الشعب السوري سوف يتابع طريقه في كل الأحوال. أخي الكريم، لا سمح الله إذا حصل هذا الأمر، هذه جريمة جديدة تضاف إلى السجل الشنيع والبشع من استخدام الأسلحة المختلفة ضد هذا الشعب. طبعا هذا يعني مفصل كثير خطير، ولكن في نفس الوقت نحن نقول نعم، نحن نخاف على الشعب المسالم، الشعب الطيب. الثوار يعني باعوا نفسهم لله سبحانه وتعالى. ما في موضوع بمعنى الخشية من هذا النظام، لا أحد يخشى هذا النظام. الأطفال الصغار وصلوا إلى درجة من الخروج عن كل ما في الدنيا من أجل حريتهم وكرامتهم. فنحن نشعر بالقلق لهؤلاء الناس الأبرياء المدنيين الذين يحاول النظام عن طريق قصفهم وقتلهم الضغط على المكون الثوري نتيجة إرهاقهم، وبالتالي جعل هذا الأمر شيء ثقيل يواجه الثوار. النظام لا يتورع عن شيء، ولكن الشعب اللي ضحى بعد كل هالفترة سيتابع طريقه بكل الحالات إن شاء الله.